السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل لكم طريقة تفريز الكوسة والفاصوليا الخضراء. طبعا انا حطاهم على بعض لان انا ممكن محتاجهم شوربة خضار، بحتاجهم ممكن في طاجن ترلي، فانا بحطهم على بعض. ممكن اللي عايز كل حاجة لوحدها. وطبعا انتوا عارفين ان الكوسة والفاصوليا الخضراء ملهاش روح، يعني زي ما بتقولوا في الفريزر وكده، او ما بتبقاش كويسه. هقول لكم طريقه لتخزينها ازاي في الفريزر ويا رب تعجبكم. هنجيب دلوقتي هنعمل ايه. هنجيب حله ونحط فيها زيت، وهنبتدي نحط الكوسه والفاصوليا الخضراء، نديها حاجه اسمها تشميعه، بنشمعها اهو يا حبايبي. مش هحط الكميه كلها عشان ايه تتشمع كويس اهو يا حبايبي. هنعمل الكميه كلها كده اللي معايا. هي الكميه اللي معايا مش كبيره قوي، كيلو الا ربع، نص فاصوليا خضراء وربع كوسه، او ربع نص الا حاجه بسيطه اهو. هشمعهم كده. اهم حاجه الايه، الحاجه تتشمع بالطريقه دي. شايفين الماده الدهنيه اللي عليها دي هي اللي هتحفظ الايه، الفاصوليا والكوسه في التفريز ان شاء الله. هنعمل الكميه ونرجع لكم. اهي شمعناها، منظرها اهو. بص متغلفه ازاي بالماده الدهنيه اهي. هنستنى بس ايه، هي ما سخنتش قوي طبعا، احنا اديناها تقريبا زي ما انتم شايفينها خضره اهي، جميله اهي. زي لمعه كده اسمها تغليفه. الماده الدهنيه دي اللي هتحتفظ بيها. وتعالوا بقى نعمل لكم ايه، نفرز لكم الكفته اللي احنا عملناها معاكم، اللي هي بالبرغل، كفته الحاتي بردك. هنقول لكم هنفرزها ازاي اهم. فرزتهم بقى بعد ما عملتهم بالماده وبردوا، اللي هي الماده الدهنيه زي ما قلت لكم. المهم الماده الدهنيه تبقى فيها ومتشربه منها، بس مش تحطي كتير، يعني اللي هو يا دوبك بس تتشمع زي ما قلت لكم ووريتكم اهوت. كيس تفرغي منه، انا قسمته على 2 حلوين قوي. احنا فارضين هنا في البيت انا وجوزي بس، فدي كميه يا دوبك على قدنا. يعني ممكن دي تبقى طبخه، ممكن تبقى شوربه خضار مع البسله طبعا والبطاطس وحاجه شوربه الخضار، او ممكن احطها في ترلي، او لو انا جالي كميه او جالي حد مثلا 2 على بعض هحطهم هما الاتنين الكيسين. يبقى انا مفرزه على قد ما انا بستخدم. عوزت اكتر اخد كيس تاني، انا كفايه عندي الاتنين دول حلوين قوي. وكده احنا فرزنا الايه، الخضار وكيسناه، ونفرغ الهواء من الكيس كده وكده، مبقاش فيه هواء في الكيس. تمام. بقى الكفته اللي احنا كنا عاملينها معاكم، طبعا انا مش هعمل الكميه كلها فقسمتها على مرتين. دي التانية. وزي ما عايزه اوريلكم بردك عايزه اوريلكم الفتحه بتبقى قد ايه اهي. زي ما اوريلكم بتتحط على كيس زي ده كده اهو، كيس زي ده كده اهو، وبتتفرز. بغلفها بردك بالكيس فوقيها. استنى اشوف لكم كيس اهو. الكيس التاني اهو، الكيس ده كده على ده كده اهو. اللي عنده استرتش يعمله، انا مش عندي. هنحطها في الفريزر زي ما هي كده، هتجمد. ولما تجمد هوريها لكم بعد ما ايه، ما جمدناها ونوريها لكم. الكفته اهي يا حبايبي، خرجتها لكم بعد ما اتفرزت عشان تشوفوها اهي، الواحده بوحدتها وجميله. يا رب يكون عجبتكم الفكره ديت. والواحده بوحدتها اهي مجمده اهي، تحطيها في كيس مش تلزق في بعض ومتخافيش، وتطلع على الاكل على طول. ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واعملوا سبسكرايب للقناه او اشتراك، وفعلوا الجرس. وشكرا ليكم. هو ده اللي كان ناقصني، حلو وكاريزما وعجبني. قلبي شافه نط فجأة من مكانه وقام